ماما، هو بابا ليه مش بيتصل بيا ولا بيسأل عليا؟ هو مش بيحبني؟ أبوك ده نسيك من زمان، اختفى علشان يرتاح مننا، مش بيسأل ولا بيصرف ولا بيهتم بيك من الأساس. هو أنت لسه فاكر إن ليك أب؟ يا ترى الطفل ده غلط لما سأل، ولا الغلط في أم قررت تنتقم من أبو عيالها باستخدام ولادها؟ في نوع من اليتم ملوش جنازة، ملوش نعي، بس بيسيب جرح في القلب عمره ما بيطيب. اليتيم مش بس اللي أبوه مات، اليتيم كمان اللي أبوه عايش بس محروم منه، مش بإرادة الأب، بإرادة أم شايفة إن الطلاق مش نهاية، لأ ده بداية حرب، والولاد وقود الحرب دي. تشيل صورة الأب من حياتهم وتحط بدلها كلام مر بيملى ودانهم كل يوم: أبوك سابك، أبوك مش بيحبك، أبوك مش راجل. وبكده تبدأ عملية اغتيال الأب، مش بالسلاح لكن بالكلام، بالكراهية، بالتشويه. وساعتها الطفل يكره ملامحه علشان هو واخد منها شبه اللي أمه بتكرهه، والبنت تشوف الرجالة كلها خاينين علشان أمها علمتها كده. محدش بيسأل هو الأب ده كان له فرصة، كان له مكان وسطهم، ولا كل يوم بيطرد بكلمة وبيغيب باتهام؟ اللي بيحصل ده اسمه في علم النفس الاغتراب الوالدي، يعني الطفل يحس إن أبوه غريب، والمصيبة إن الصورة الوحيدة اللي يعرفها عنه هي اللي أمه رسمتها، وبالغالب كانت سودة. مش كل أم مطلقة أم مظلومة، ومش كل أب غايب مهمل. أحيانا الغايب مكسور جناحه مش قلبه. الأطفال مش ضحية الطلاق، هم ضحية الكره، ضحية الأنا، ضحية الأنوثة المدللة اللي شايفة إن الأولاد ممتلكات مش أرواح. ساعتها الرجولة بتموت في قلب الولد، والثقة بتنهار في قلب البنت، ويفضلوا تايهين يدوروا على صورة أب أمهاتهم مسحوها بإيديهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يؤجر في النفقة يضعها في امرأته حتى اللقمة يضعها في امرأته، يعني حتى اللقمة لها أجر، فازاي واحدة تاكل من ماله وتحرم ولاده منه؟ قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ما تعمليش من ولادك ضحية وجعك، ولا تحرميهم من حضن كانوا يستحقوه. لو حسيت إن اللي سمعته بيوجع انشره، يمكن يوصل لقلب أم رجعت لعقلها، أو أب بيتمنى بس فرصة يشوف ولاده. اشترك في القناة وفعل الجرس وسيب تعليق بتم علشان نفضل نوصل الحقيقة.